لو عندك شويه لبن رايبين كده والدنيا شلت وحطت فيهم والصيف لسعهم، تعالى اقول لك اعملي بهم ايه، ما تحيريش نفسك خالص. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي هتنفعك لو انت عندك شويه لبن زي ما قلت لك. يعني سهيت عليهم بالليل وفات عليهم يوم واتنين وتلاته والحر لسعهم، تعالي وانا اقول لك نعمل فيهم ايه. وصفه النهارده ديت لحبايبي بتوع المنوفيه اللي بيكلموني على طول ويقولوا لي الحر مبهدلنا ومش عارفين نتعامل مع اللبن ازاي. طبعا لو انت مبتدئه مش هتعرفي تتعاملي قوي مع اللبن، ولكن لو انت بقى فات عليكي وقت كده طويل هتعرفي تتعاملي معاه كويس قوي، هيبقى الصيف عندك زي الشتاء. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في الوصفه على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. هنا عندي شوية لبن رايبين وهنا شوية لبن رايبين كمان، وهقول لكم اللبن ده ايه واللبن ده ايه. عندي هنا دول شوية لبن انا جبتهم اللي هم في البلاستيكيه دول، جبتهم ورابهم. بصراحة قعدوا اكتر من اسبوع، بس لما رابوا حطيتهم في التلاجة، ما كانش عندي وقت ان انا اعملهم، وكمان قلت طولي شوية كمان علشان اطلع لكم بفيديو، لاني بقالي فترة طويلة ما عملتلكمش فيديوهات يمكن من قبل العيد. زي ما انتم شايفين اللبن عادي راب، بس طبعا من كتر ما هو راب مسك في بعضه وشرش كده. اما الكيلو اللبن ده انا شاريه من اللبان. بصوا اللبن بتاع اللبان يا جماعه، علشان لما اقول لكم اللبن بيبقى مفروز وبيبقى بس فيه نسبه دسم، مش الدسم كامل. شايفين الكيلو اللبن هو طلع، هي ديت الحته اللي طلعها منها قشطه ومنها جبنه ومنها لبن راي، يعني اصلا مفيش قشطه نهائي، هي دي بس اللي طلعت. حته القشره اللي انتوا شايفينها دي من الكيلو اللبن، والله مش اكتر من كده. وزي ما انتم شايفين بقيه الكيلو اللبن هو عباره عن شرش، مفيش اكتر من كده الكيلو اللبن اللي انا جبته من اللبان وحبيت اوريه لكم. وبعدين حته اللبن كمان اللي طالعه منه، والله انا عايزه اقول لكم هي زي البلاستيك. اي بصوا زي البلاستيك بالظبط. انا حطيتها على بعضها كده، وبرده هو المفروض ما كنتش احطها على بعضها، بس انا هتعامل معاها واقول لكم تقدروا تعملوا ايه لما يكون اللبن عمل معاكم كده، مفيش مشكله خالص، وسهلوا الدنيا على نفسكم. هنا حطيت اللبن كده الحته دي على بعضها، وهنصفي الشرش بقى كده علشان طبعا نستفاد من الشرش ده. انا معايا مصفى، مش هحط بقى النهارده في الايه في الحصيره ولا اي حاجه، هنريح شويه كده من الحصيره. معايا مصفى حطيت لها حته الشاشه كده النظيفه بتاعتي، وهبدا ان انا اصفي شويه اللبن، وهرجع احط بقيه اللبن اللي معايا في البلاستيكيه بكل سهوله. شايفين اهو اللبن طلع، الكيلو اللبن طلع كيلو شرش، مفيش اكتر من كده. حته جلده كده او قشره اللي طالعه، ويا ريتها كمان مظبوطه. هنا كبيت كده يعني فرغت بقيه الكميه بتاعه اللبن بتاعتي، اللبن الرايب اللي هو من اسبوع زي ما انا بقول لكم. وهبدا ان انا بقى ايه اصفيه. طبعا عندي اللبن يعتبر مشغت، عارفين مشغت ازاي؟ اللي هو مش سايح زي ما انت فاهمه كده، اللبن اللي هو بيبقى ايه ليه السرايب، لا ده هو شغت مني، يعني خلاص يتلسع يعني من الحر زي ما انا قلت لكم. هبدا ان انا ايه شمال ويمين فيه كده، وبعدين لما صفيته شويه هجيب معلقه وهدمجه كله في بعضه، لان في حتت زي ما انا قلت لكم مثلا زي الكيلو اللي انا عملته، الكيلو ده زي البلاستيك بالظبط، بس انا مستخسره ان انا ارميه. ممكن ان انت ما تحطوش عشان ما يبوظلكيش الجبنه او يبوظلك الرايب، ممكن تعمليه في شويه لبن زي الشرش بتاعه كده وتخلطيه، تعمليه في الخلاط او بالهاند بلندر وتستخدميه في اي حاجه. يعني لو اي حاجه غير الجبنه يبقى كويس. زي ما انتم شايفين الشرش اهو، صفيت الشرش. طبعا الشرش ده له استخدامات وهنقول لكم عليها حالا دلوقتي برضو ان شاء الله، بس بوريكم ان انا بدمج اللبن كله في بعضه. زي ما انتم شايفين دمجته كده في بعضه بالمعلقه، وبعدين انا هجيب له كده شويه ملح صغيرين. طبعا هو انا هقول لكم الوصفه في الاخر هتبقى عباره عن ايه. شويه ملح صغيرين يعتبر هم اصلا هينزلوا في الشرش، بقيه الشرش اللي هينزل من اللبن الرايب بتاعنا ده. هعصرها كويس وهربطها. وانا للامانه حطيتها في التلاجة للصبح بالمصفى بتاعتها. انا شلت المصفى دي حطيت في مصفى صغيره شويه وحطيتها في التلاجة علشان برضو الجو حار، ممكن تلسع، يعني ممكن ايه يعني ريحتها تغير مثلا. انا قلت ايه هي في التلاجة اضمن. إيه زي ما انتم شايفين هوديها كده التلاجة واشيل حاجتي بقى كده. واللي انتم شايفينه الشرش ده يا اما هتخبزيه يعني هتخبزيه بقرص، هتخبزيه برقاق، هتخبزيه بعيش، بيبقى ممتاز شرش 100%. يا اما برضه هتحطيه بردك في بيتزا، يا اما بقى لو انت مش عايزه المعجنات خالص هتغليه بمعلقتين ملح وتحطيه في المش بتاعك، هيبقى زي الفل. ما عندكيش برضه هيبقى عندك حته مرته من تسيح الزبده، هتروحي غلياهم وحطاهم في المرته وهتسيبهم على نار هاديه، هيطلع لك مرته حلوه قوي وفي نفس الوقت مش هتكون حادقه. ادى اللبن الرايب بتاعي او الجبنه طلعت اهيت من التلاجة، مش متماسكه بدرجه 100%،
لكن الى حد ما هي متماسكه، ولكن انا اصلا مش عاملاها ان هي وصفه جبنه. انا هوريكم دلوقتي هتبقى هي منها جبنه قريش ومنها لبنه جميله جدا جدا، هتستمتعي قوي وانت بتاكليها. طبعا هي حته الجبنه دلوقتي معاكي ناعمه قوي، هتشكليها زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين بقطعها بالراحه لان هي يا دوبك كانت عايزه تقعد لها كمان ساعتين 3. انا سبتها من بالليل متاخر، كنت عامله الوصفه دي الساعه 2 بالليل، قمت الساعه 7 الصبح بقى زي عادتي اقوم بدري. قلت يلا توكل على الله اعملها علشان نفطر منها وخلاص. فكانت عايزه تقعد لها كمان ساعتين 3 تتماسك اكتر، بس زي ما انتم شايفين اهي. ما يهمنيش التماسك بتاعها لان انا اصلا هكورها دلوقتي معاكم وهتبقى وصفه جنان. طلعي كده زي ما قلت لك كده بالراحه خالص. لو هي كده تمشي جبنه قريش تبقى 100 100، يعني جبنه قريش ممتازه، وتمشي كمان لبنه زي ما احنا هنعملها بجد حلوه قوي. هتعجبكم قوي الوصفه دي والطريقه، يعني هي بص تنفع كل حاجه، ممكن تعملوها كل حاجه. يعني ممكن تعملوها جبنه كريمي، ممكن تعملوها جبنه كريمي تستخدموها في الاكل والتشيز كيك والحاجات دي كلها تبقى تحفه. يعني احنا بنشتريها من بره بتبقى غاليه. زي ما انتم شايفين انا كورتها كده، هكورها واكور بقيه الكميه وهتشوفوا النتيجه معايا ان شاء الله تعجبكم قوي. وهتعملوا لها بقى باكتر من طعم، يعني حابين تعملوا لها اي طعم كمان بتدخلوه. يعني ممكن تخلطيها كده بالكبه كورتين من دول وتحط لها مثلا حتتين كده بسطرمه وتبقى معاكي جبنه جميله. او بالبسطرمه ممكن تحطي لها برده شويه زيتون مخلي وتفرمها تبقى بردك معاكي طعم تاني جميل. ممكن تحطي لها معلقه قشطه وتبقى جبنه معاكي بالقشطه طعمها رهيب. حتتين جبنه شيدر، حتتين جبنه مع رومي اللي تحبيه. زي ما انتم شايفين انا كورتها كده بجد ناعمه وحلوه قوي. وهتشوفوا دلوقتي وانا بقطع منها حطيت لها بقى هنا بابريكا، وهحط كمان حبه البركه كمان كده يعني كل الحاجات دي كلها فوائد. يعني طبعا الحاجات دي بنعملها على طول علشان احنا يعني احنا فلاحين برضو في بلد ريفي. الحاجات دي كده بناكلها على طول جنب فطير، جنب رقاق، جنب قرص، يعني على طول احنا عندنا الحاجات ديت بتبقى اساسيه في ان كان فطار او في عشاء. معتمدين احنا على الحاجات دي اكتر من الحاجات اللي بتتشرى من بره. زي ما انتم شايفين طبق تحفه وعامله لي كميه كويسه، يعني هما كانوا يجي 3 كيلو لبن ما شاء الله، عاملين لي كميه باستثناء بقى طبعا الكيلو اللبن اللي هو طلع لنا حته جلده ده مش معترفين بيه اصلا، ويعتبر هو هيبوظ لنا الوصفه. لو ما دمجتهاش كلها مع بعضها كان بوظ لنا الوصفه اصلا زي ذات نفسها. زي ما انتم شايفين هتحطي الطعم اللي انت حباه والنتيجه طالعه جميله قوي، وجربوا النتيجه ان شاء الله تعجبكم. وانا بقول لكم انا بهدي الفيديو ده اللي بتوع المنوفيه حبايبي كتير قوي مش هذكر اسمائهم، بيتصلوا عليا على طول و يعني بصراحه بنبسط قوي ان هم عملوا المشروع يعني على طريقتي، والمشروع نجح كمان معاهم. والله انا بوجه لهم التحيه من عندي هنا، وبقول لهم يعني ربنا يعينكم ويقدركم ويحسن ما بين ايديكم ويصلح ما بين ايديكم يا رب. وحاجتكم نظيفه جدا، وانا شفت حاجتكم بنفسي اصلا كمان ومتواصله معاهم، وبعتوا لي الصور والحاجات الحلوه. انتوا كمان كلكم تقدروا تفتحوا المشروع من البيت، مشروع الجبنه القريش او مشروع الالبان عموما، ولكن بيحتاج لعنايه وتركيز في الصيف علشان اللي مش واخد عليه قوي ما بيظبطش معاه في الصيف. بس هو بالنسبه لي بيبقى في الصيف زي الشتاء بصراحه. النتيجه واحده لان انا واخده عليها يعني، وما شاء الله زي ما انتم شايفين النتيجه زي الفل. حط بقى شويه زيت زيتون كده وتاكلي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ووحشتوني وهتوحشوني قوي ان شاء الله للفيديو اللي جاي. مع السلامه.